في مشكلة كبيرة قوي واتكررت مع ناس كتير، ولاحظت ده في الفترة الأخيرة ومش معانا بس، مع كذا مدربة وكذا مدرسة. في ستات كتير لما بتيجي تتعلم هي بتبقى فاهمة ان هي كده بتعمل الصح، وللأسف دي بتعمل في نفسها مصيبة سودة وبتأثر جدا جدا على مستواها بالطريقة اللي هي بتعملها دي. تعالوا نتكلم مع بعض في الفيديو ده عن المشكلة دي، وحاول انك تتجنبيها واوعي تعمليها، وخصوصا لو انت بتتعلمي السواقة جديد. لو اول مرة تشوفيني، انا كابتن اسراء وبعمل فيديوهات كتيرة لتعليم السواقة للستات والبنات، وتابعي معايا الفيديو للاخر. تيجي مثلا العميلة عايزة تحجز كورس، فتبدأ انها تكلم مدرسة معينة علشان تبدأ تحجز الكورس معاهم. ولكن للأسف هي بتعمل غلطة كبيرة قوي، هي تروح تحجز مع مدرب هنا تاخد حصة، ومع مدرسة هنا تاخد حصة، وتجرب المدربة دي وتاخد معاها حصة، وتجرب المدرب ده وتاخد معاه حصة، وتقعد تاخد حصص في كذا مكان. وللأسف هي بتاخد حصة واحدة، يا ريتها مثلا بتكمل كورس كامل، لا دي بتاخد حصة واحدة بس، مع مدرسة هنا ومع مدرسة هنا ومع المدرب الفلاني ومع المدربة الفلانية، وتقعد تشكل بقى. عامل زي كده بالظبط لما بنقول بناخد من كل بستان وردة، هي بتلقط من كل واحد حاجة وتاخد حصة مع ده وحصة مع ده. عارفين هي لو حتى اخدت كورس كامل هي على الاقل تكون استفادت استفادة كاملة، لكن هي بتاخد مع مدرب واحد بس مجرد حصة. لا مش عاجبني فهغير وهجيب مدرب تاني، لا مش عاجبني فهغير واجرب مدربة تانية، لا نظامهم مش عاجبني فهغير واجيب مدرسة تانية، وهكذا بقى تقعد تجرب كذا مدرب من كذا مكان. للأسف الموضوع ده وحش قوي. ليه؟ أول حاجة هو بيعمل لك تشتت غير طبيعي، لأنك انت بتتدربي مع أكتر من مدرب، كل مدرب بيكون ليه طريقة معينة وأسلوب ومنهج هو ماشي بيه في الكورس بتاعه. فمش شرط عشان شفتي مثلا مدرب معين بيدرب بالأسلوب ده يبقى ده معناه ان كل المدارس أو المدربين التانيين هيدربوا بنفس الأسلوب. فانت كده بتعملي لمخك تشتيت، لان انت لسه بتبدأي، والمخ لسه في بداياته وهو بيتعلم الحاجة جديدة، طبعا احنا مش عايزين نشتته. فانت بتاخدي من كل واحد طريقة، وانت لا منك بتستفيدي من طريقة كل واحد ولا منك بتكملي مع كل واحد عشان تكملي الكورس معاه وتستفيدي استفادة كاملة. فانت ما بتعمليش اي حاجة غير انك انت بتضيعي وقت ومجهود وفلوس على الفاضي. طبعا الكورسات دلوقتي ما بقتش رخيصه خالص، فانتي لو لاقيه فلوسك في كيس بوزو مش هتلحقي تضيعيها كده، لان انا بقابل ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده، بتروح تحجز مع المدربه دي والمدرسه دي ومش عارفه ايه، وتجرب هنا وتجرب هنا، وانتي بتضيعي فلوسك على الفاضي وبتضيعي وقت، وفي الاخر انتي اصلا بتلاقي نفسك رجعتي انتي مش عارفه تسوقي، او حتى لو بتسوقي دماغك متشتته وكل حاجه عندك متلخبطه وداخله في بعضها. هو اصلا في بدايه التعليم احنا بنبقى خايفين ومتوترين وقلقانين، فما تجيش تكملي على دماغك بقى بالتوتر والقلق والخوف ده بحاجة كمان تزود عليها ان انت تعملي تشتيت. كمان في مشكلة ان انت اصلا لو جربتي اكتر من، يعني انا دايما بقول لو في مدرب انت او مدربة مش مرتاحة معاهم غيريهم، ده حقك، ده طبعا عادي جدا. لكن لو انت كل شوية بتغيري مدرب عشان مش عاجبك، غيرتي الاول والتاني والتالت، فلو عديتي اكتر من 3-4 مدربين في الحالة دي بقى المشكلة هتكون عندك انت مش عند المدربين، يعني هما كل واحد فيهم بيعمل اللي عليه وبيعلمك، لكن كل شوية حد مش عاجبك حد مش عاجبك لا بغيره بغيره، هو للأسف كده غالبا وبنسبة كبيرة جدا هتبقى المشكلة عندك انت اللي فيكي حاجة هما بقى مثلا بتشوفي بيعلقوا عليكي، مثلا بيقولك انت مثلا متهورة بزيادة، ما بتسمعيش الكلام كويس، يعني على حسب بقى المشكلة اللي عندك. بس هو لو في حالة ان انت غيرتي اكتر من 3 مدربين يبقى اكيد في مشكلة موجودة عندك. كمان فكرة ان انتي تتفرجي على فيديوهات كتير على النت او تشوفي طرق كتير للركنات، طرق كتير للملفات، ازاي تسوقي في الزحمة، الفيديوهات دي هي بتبقى سلاح ذو حدين. هي طبعا بتتعمل عشان تفيدك وعشان تسهل عليكي موضوع السواقة، وخصوصا وانتي لسه في البدايات. لكن كل الفكرة ان انتي لو شفتي فيديوهات كتير جدا وخصوصا في الفترة الاولى، وقعدتي شاغله دماغك بكل الطرق دي، وحطيتي في دماغك كل الفيديوهات اللي شفتيها دي، وجيتي تتعلمي مع حد ولقيتي بيدربك مثلا باسلوب تاني او بطريقه تانية، ده برضو هيعمل عندك نوع من التشتت، وهتلاقي دماغك كل المعلومات داخله في بعضها، ولا انت عارفه تسوقي كويس ولا انت عارفه تطبقي اللي بتتعلميه. وطبعا بتبقي دافعه فلوس في الكورس وحاسه انك مش مستفيده منه، والفيديوهات اللي انت شفتيها دي اثرت عليكي. فليه بقول الفيديوهات دي سلاح ذو حدين؟ هي رقم واحد في مفيدة في ان هي بتوفر ليكي، بتساعدك وبتسهل عليكي بقى حاجات كتير، وتعرفي تظبطي الدنيا منها وتتعلمي منها حاجات.
انما مضرة في حالة ان انت لو شفتي منها كتير قوي وشغلتي دماغك بحاجات كتير قوي، هتلاقي ان الاساسيات اللي انت اتعلمتيها في الكورس مع المدرب مثلا مش عارفة تستفيدي منها، او هي كلها داخلة في بعضها، فانت مش عارفة تطبقي القاعدة دي ولا تطبقي القاعدة دي ولا تطبقي القاعدة دي، فحصل بقى ايه، تشتت وكله دخل في بعض. فانت اول لما تيجي تتعلمي السواقة، اول حاجة ركزي مع اللي بيعلمك والاساسيات اللي هو بيديها لك، بعدها انزلي مرسي كتير وكملي على اللي اتعلمتيه بالممارسة. بعد فترة بقى كده شهرين 3 ابدأي اتفرجي على فيديوهات، وبلاش انك تتفرجي على حاجات كتيرة. لو هتركزي مثلا على حاجة واحدة، الركنات مثلا، ركزي على طريقة او طريقتين، شوفي الطريقة اللي انت اتعلمتيها لو ماشية معاكي تمام وبتظبط معاكي الركنة يبقى خلاص تمام زي الفل، كملي عليها. طب لو عايزة تشوفي طرق تانية او حاجة جديدة، مش مشكلة، ممكن تشوفي فيديو او 2 وتشوفي الطريقة الاسهل وتبدأي تنزلي تطبقيه على العربية، وواحدة واحدة لو ظبطت معاكي برضو كملي. حسيتي انها هتلخبطك يبقى بلاها منها وتعلمي نفس الطريقة اللي اخدتيها في الاول. فحاولي ان انتي ما تشتتيش دماغك، يا تشوفي فكرة او فكرتين مش اكتر من كده. وليه بقولك الكلام ده؟ عشان جاتلي قبل كده حالة عميلة وحالة عملية انا عشت معاها. عميلة جات لي من فترة وقالت لي انا عايزة اسوق وبتاع، وانا لسه ما مارستش كتير. قلت لها مش مشكلة، هننزل ونشوف مستواكي وصل لحد فين. وبدأت فعلا انزل معاها. هي كانت بتسوق لقدام كويس قوي، هي ما كانتش لسه واثقة في نفسها وحاسة بتردد وخوف وقلق. قلت لها لا، ده طبيعي جدا. بعد كده بدأت انها ننزل بالعربية ونمشي، فقلت لها انتي ماشية لقدام حلو قوي، اللي ناقصك بس ان انتي تتعلمي الركنات وترجعي بالظهر والحاجات دي نظبطها سوا. المشكلة عندها انها كانت شافت كم كبير جدا من فيديوهات الركنات غير طبيعي، وهي بقى فاكراهم. يعني يا ريتها مثلا شافتهم ونسيتهم، لا هي فاكره كل الطرق اللي هي شافتها. فما كنت بعلمها بطريقتي وبالطريقه اللي انا بعتمد عليها في الركن الموازي والعمودي، واقول لها تعمل ايه وننزل نطبقه. هي فعلا كانت بتركن كويس جدا، ما كانش فيه اي مشكله، وكانت تدخل بين عربيتين والدنيا ماشيه تمام. بس بعد ما تركن بقى تفضل طول الحصه لسه في دماغها الفيديوهات اللي هي عماله تشوفها دي. فكل ما تخش تركن العربيه وخلاص ركناها وطبقنا القاعده ومشينا عليها والدنيا زي الفل، بعد ما تركن بقى تقولي لا، اصل الطريقه الفلانيه اللي انا شفتها مش عارفه في الفيديو كانت بتقول ان انا مش عارفه اجيب العربيه فين والكاوتش فين والمرايه فين، ولسه بقى دماغها شغاله في الفيديوهات اللي هي شافتها. فطبعا هي عملت لدماغها تشتت رهيب، هي خلت الفيديوهات الكتيره اللي هي اتشافت دي للاسف مأثره عليها جدا، ومخليها مش مركزة مع الطريقة اللي انا بقولها لها. الكورس تقريبا اللي خدته تقريبا فلوسه راحت على الفاضي، ووقت راح على الفاضي، ومجهود راح على الفاضي، علشان هي واخدة طرق كتير قوي وشافت طرق كتير قوي، فما كانتش مركزة معايا في الطريقة اللي احنا بنطبقها، برغم انها كانت بتطبقها صح وبتركن كويس ومفيش اي مشكلة. فعشان كده بقولك الفيديوهات دي ممكن للأسف من كترتها او ان انت بتتعرضي لكتير قوي هي ممكن تضرك اكتر ما بتنفعك. فلو انت بتتعلمي السواقه جديد، ابعدي بقى عن الحاجات دي، الفيديوهات الكتير قوي دي هتشتت ذهنك. عايزه تتفرجي عليها، طبقي فكره او فكرتين بس منها، وواحده واحده، ولما تكوني مارستي كتير يعني سوقتي كتير فخلاص اخدتي القواعد والاساسيات. بعد كده بقى ما تشتتيش ذهنك في الاول خالص، في البدايات خالص دي مش مطلوب منك ان انت تاخدي كل المدربين دول وتتدربي مع كل الناس دي وتشوفي كل الفيديوهات دي، عشان دماغك ما يحصلش فيها اي نوع من التشتت. وبس كده.